لما بتبقي عايشه طول الوقت في الجانب الماسكولين في شخصيتك، تعمليش في المقابل حاجات تريكفر الفيمينين سايد بتاعك، بتبقي تعبانه، لان ده مش فطرتك. انت عارفه مين اول حد بيسمع كلمه انا ضحيه؟ مخك. من المفاهيم الخاطئه في حته الانوثه ان هي السلبيه، وان انت تبقي بس بتفولو وخلاص. لما بتيجي تقفي لبنتك او ابنك وتحميهم من حاجه، انت استخدمتي في اللحظه دي طاقه الذكوريه بتاعتك. واو، انا اول مره اشوفها بالطريقه دي. قدرتها ان هي يكون عندها استمتاع بالحياه، قدرتها ان هي تعرف تستقبل من الناس اللي حواليها. كأننا فقدنا القدرة على الاستقبال. حلقة النهاردة على الفرق ما بين الطاقة الذكورية والأنثوية. أنا في النص بقولها رجولية كمان، فمعلش نستحمل بعض ودور البرد اللي عندي ده كمان. بس كنا بنتكلم النهاردة مع هبة السواح على أهمية إنه نشحن الطاقة بتاعتنا، إن الأم والست لازم تاخد وقت إن هي تشحن الطاقة عشان تقدر تدي لأولادها. وجبنا أفكار حقيقية بتحصل من جوه البيوت، إزاي نقدر إن احنا نشحن الطاقة دي، ازاي ان احنا نقدر ان احنا نفرق ما بين ان انا ابقى شخص مسحول وتعبان ومش قادر، وان انا ممكن ابقى ضحية في اللعبة دي، وان انا اقدر افرق ما بين الاتنين على قد ما اقدر، عشان اقدر اوصل بجد ان انا ابقى شخص متوازن، اقدر افيد الناس اللي حواليا وولادي واحب نفسي شوية. خليكم معنا. اهلا بيكم في بودكاست الموضوع عائلي جدا. انا حنان عز الدين، مؤسسه ذا فاميلي هاب. الموضوع عائلي جدا جزء من منصه ذا فاميلي هاب، اللي شغلتها الاساسيه ان هي تعمل توعيه على كل حاجه ليها علاقه بالتربيه الايجابيه في البيت وفي العيله. بنعمل ورش ووركشوبس وايفنتس وحاجات كتيره قوي للامهات والابهات، وعندنا كورسز متسجله وكورسز بنعملها لايف وجودكم، ده غير بقى الكتب والجداول وكل الحاجات اللي انتوا عايزينها عشان نقدر نساعد في البيت على قد ما نقدر معاكم، عشان نربي ولاد سوية يقدروا فعلا يعملوا فرق في المجتمع اللي هم فيه. من أم زينا كلنا اتجوزت عن حب وعاشت قصة لذيذة، وكانت بقى واخدة بالها من نفسها قوي، مهتمة بنفسها جدا، دايما بقى لابسة ومتشيكة ومتحضرة وكل حاجة. والولاد بقى بدأوا يبقى في البيبي الأولاني وبعدين التاني وبعدين التالت، وبدأت بقى تتسحل وراهم حرفيا في المذاكرة والتمارين والمدرسة، واللي مين عيان ومين عايز يتطعم، ونسهر بالليل وما ننامش كل يوم. بدأت تبهدل في نفسها، لبسها ما بقاش دايما شكله كويس، منظرها ما بقاش شكله زي زمان، جسمها ما بقاش هي مبسوطة منه، ما عندهاش وقت تلعب رياضة، ما عندهاش وقت تخرج مع أصحابها. حتى جوزها لما بيجي بآخر اليوم بعد الشغل ما بيبقاش عندها نفس ولا طاقة إن هي تقعد تتساير معاه وتتحاور معاه. منا بقت حاسة إن هي عاملة زي الرجالة من كتر ما هي فقدت أنوثتها في مشوار الأمومة. ودي يا هبة مشكلة احنا بنشوفها على طول معانا كلنا، لما بننسى نفسنا وبنستخسر او ما بيبقاش عندنا وقت ان احنا نهتم بنفسنا شوية، وان احنا ندي نفسنا أولوية زي ما بندي لولادنا وبيتنا وجوازاتنا وأصحابنا وأهلنا وشغلنا وكل الحاجات دي. مبسوطة قوي هبة ان انتي معانا النهاردة هبة السواح. انا محتاجة احكي قصة قبل ما اعرفك الاول. ماشي. ان انتي بالصدفه البحته عمرنا ما اتكلمنا قبل كده، وانتي انا بفولو يو من زمان، وبعدين لقيتك من يومين كده بتبعتي لي مسج تقولي لي يا حنان انا قاعده مع ناس صحابي هنا في دبي، ولقيت ان انتي الناس بيقولوا عليكي كلام كويس، فالله بقى ممكن نعمل مع بعض حاجه، وانبسطت منك ومش عارفه كده. الله هبه انا بحبك قوي، ده ما تيجي انتي قاعده في دبي قد ايه كذا يومين، طب يلا نعمل بودكاست. عارفه اللي هو كان حاجه عشوائيه، the fastest podcast كولابوريشن في العالم، عارفه. وان انا اصلا الاقي ميعاد في الاستوديو في ساعتها وانتي مسافره النهارده بالليل، فثانك يو ان انتي لبيتي الدعوه، وثانك يو ان انتي جيتي بسرعه، وانا عارفه انتي مطحونه وجايه من الريتريت بتاعك، ويعني جايه كام يوم ضرب. لا والله انا اتبسطت اصلا ان انا لما قالوا لي حنان وكده، فدخلت على الاكونت بتاعك، لقيت فتحت المسجز، لقيتك بعتلي مسج، قلت لهم ايه ده واضح ان احنا اتكلمنا قبل كده، في كلام حديث من زمان قوي. لا والله يا حنان اتس ماي بليجر، وانتي جميله، ويعني تقديمك وابتسامتك خطيره. ثانك يو حبيبتي. طب هبه ما تعرفينا عن نفسك شويه قبل ما نتكلم على قصه منى. على منى انا سرحت مع منى. احنا هنقعد بقى مع منى لان هي شبهنا كلنا. يس دي حقيقه. طيب انا اسمي هبه السواح، انا كوتش في علم النفس الايجابي والعلاقات، ودخلت في الفيلد بتاع الكوتشنج والتريننج من 2012.
وعندي 2 published books سندريلا سيكريت وشهرزاد on fire. الاتنين على علاقة البني آدم بنفسه، وأكتر موضوعين عامة بتكلم فيهم في الكورسز بتاعتي، بعمل 1-to-1 sessions في الكتب، في أي حاجة هي علاقة البني آدم بنفسه والريليشنشيبس. علشان أنا علاقة البني آدم بنفسه دي أنا بشوف إن هي أكتر، هي الكور بتاع علاقتك بأي حاجة في الدنيا حواليكي، والعلاقات اللي مع الشريك الحياة بتمثل جزء كبير قوي من سعادتك أو تعاستك في الحياة، عشان انت بتقضي جزء كبير من عمرك بطبيعة الحال في العلاقة الزوجية. فدول الحاجتين اللي أنا متخصصة فيهم يعني. وأقدر دندات أنا أم وزوجة، وقصتي فيها كتير من قصة منا، لأن أنا اتجوزت وأنا عندي 19 سنة يا حنان، وخلفت وأنا عندي 20 سنة. فدخلت في دوامة الحياة والمسؤوليات بدري قوي. كنت في الجامعة أصلا بذاكر وبدرس وبروح وباجي وعندي عيال وحاجات كده. فدخلت بدري قوي قوي في دوامة المسؤوليات. فاي توتالي جت البين بتاع الست اللي في رحلة الأمومة فقدت نفسها. وفي حياتي الشخصية أنا قعدت متجوزة 16 سنة، بعد كده انفصلت، وبعد كده قعدت سنجل مام 4 سنين، بعد كده رجعت اتجوزت تاني. فببقى حاسة بالست اللي هي مرت بتجربة السنجل ماذرهود، وهي مسؤولة عن حياتها ونفسها وكده، وتجربة الست اللي بتحاول ترجع تألاين تاني مع أنوثتها عشان تحب تاني وتتجوز تاني. فأنا مبسوطة من التوبيك بتاعنا، علشان even though أنا وإنتي مش محضرناش يعني. توبيك عشوائي جدا عشوائي جدا وما لحقناش حتى نتكلم ونقول احنا عايزين نتكلم في ايه، بس هو توبيك حقيقي يعني بيلمس ناس كتير قوي قوي في ظل ان كان بقى انت فقدتي انوثتك عشان رحله الامومه، او عشان رحله الكارير، او عشان رحله الحياه الطاحنه بشكل عام يعني. فلقيتي نفسك ما انا مش عارفه انا مين، صح، وبقيت راجل بس في شكل انثى. فيعني وات افكتس يو يعني في كل الليفلز، ات افكتس يو صحيا وفي علاقاتك وفي شعورك وفي حاجات كتيره قوي. فمبسوطه قوي ان احنا بنتكلم في الموضوع ده النهارده. وانا كمان وعايزه اقولك اللي انتي بتحكيه ده انا مريت بيه برضو في الرحله بتاعتي من اولها لاخرها. ومش انا بس يعني، انا كل ما بقعد مع اصحابنا وقرايبنا والناس اللي في الكوميونتي عندي، ده جزء كبير قوي من الموضوع، ان انتي بتفقدي نفسك. كنت بدي سيشن على السيلف كونفيدنس قريب، على الثقه في النفس، واتفقنا ان احنا هنعمل 3 استراتيجيز بس في 3 ساعات. من ضمنهم واحده ان انا اخد بالي من الاكستيرير بتاعي، من شكلي الخارجي. وعلى قد ما الموضوع يبان تافه، على قد ما انا مش بقول ان احنا نلبس براندز ولا يعني، انا مش شخصيتي خالص، بس بقول ان احنا لازم ابقى مهتمية بنفسي. وانا نازله من بيتي ابقى راضيه عن منظري، ولو مش راضيه عنه ابقى بشتغل عشان احسن منه، او احسن من شكلي، او احسن من صحتي. بس هو مهم ان انا ابقى راضيه، لان ده جزء من الساتسفاكشن اللي بتجيلي داخليا، واقدر ان انا اشتغل بيها بعد كده في الصوره لنفسي. طيب، اولا انا محتاجه اعتذر. عن ايه؟ عن صوتي، عشان انا عندي برد. صوت البرد ده على فكره بيبقى صوت لذيذ واتراكتيف. هند رستم يعني. هند رستم جدا في نفسي النهارده. فانا يا جماعه اسفه جدا على الصوت ده والمنظر ده اللي بيشوفوا على يوتيوب النهارده كمان، عشان انا منفخه وتعبانه كده زي الفل وزي القمر. فانا بس بعتذر على الصوت، بس ما كانش ينفع ان انا ما اعملش معاكي الانترفيو ده قبل ما تمشي. لا يا حبيبتي خالص والله. وسبيكينج اوف يعني موضوع الكونفيدنس اللي انت بتحكي عليه، هي فعلا هي حنان it goes both ways. يعني انت الانرجي بتاعتك بتطلع على اهتمامك بالمظهر الخارجي، واهتمامك بالمظهر الخارجي شد ان شاء الله يعني لو انت عاملاه للاسباب الصح ان هو يصب في الانرجي بتاعتك وشعورك. لانه احنا احيانا بنهتم بالمظهر الخارجي بس، وما بناخدش بالنا من طاقتنا، من الانرجي بتاعتنا. ففي الاخر بنأندب ان احنا شكلنا من بره، وده للاسف بقى آفة كبيره قوي دلوقتي. شكلنا من بره منمق قوي وجميل وامور، واخدين بالنا قوي من الليتست لبس وميك اب وبوتوكس وفيلرز وكل حاجه، بس الانرجي بتاعتنا لازالت انرجي ذكوريه جدا، او انرجي غاضبه، او انرجي مش مظبوطه. وممكن نكون احنا بس بنعمل كده عشان بقى شغلنا، او عشان نواكب، او عشان وات ايفر. واوقات بنبقى متخيلين انه لا، هو انا يا جماعه المنظر ده مش مهم اساسا خالص، واهم حاجه ان انا اكون مبسوطه من جوايا. بس هو بساعات بيأثر فيكي برضو، انتي مش بس لما بتنزلي. يعني انا ببقى حريصه قوي وبقول لهم كده في الكورسز برضو، ان انتي حتى لو قاعده في البيت لوحدك ومحدش هيشوفك ومحدش هيزورك، وانتي مش ولا هتروحي في حته، خدي بالك ان انتي تبقي قاعده
قاعده واخده بالك من نفسك، لابسه لبس حلو، مش لازم تبقي قاعده بالبيجامه التويتي في البيت على فكره. اقعدي لابسه لبس حلو، مش لازم تبقي حاطه فول ميك اب ولا حاجه، بس اصحي من النوم، حطي كريم، خدي بالك من نفسك. ات ريفلكتس على شعورك بنفسك حتى لو ما حدش بيشوفك، لانه اتس نوت اباوت انه حد يشوفني ولا ما يشوفنيش. فالاتنين بيصبوا في بعض لو احنا عملناهم للاسباب الصح، مش لمجرد انه اعجب الناس اللي حواليا او انا هتصور النهارده فاخد لايكس اكتر يعني. مامي الله يرحمها كانت بتقولي دايما البيجامه ما تخرجش بره باب أوضة النوم. الاوضه. يا ريت والله يا جماعه، اتمنى العظيم. والله فعلا. فانا دايما بتخبط في بالي انه كده، انك ايه عارفه، لا انا هنزل من البيت، لا انا ممكن ابقى لابسه لبس البيت، يعني لبس مش هخرج بيه، ما اقدرش اخرج بيه، اوكي بس البيجامه تبقى اتغيرت. صح، حتى لو تلبسي لبس كومفورتبل يعني لبس مريح، بس مش لازم البيجامه خالص. يعني بيجامه بننام بيها، بس بنلبسها واحنا داخلين ننام وبنقلعها لما بنصحى من النوم. صح. بس مش لازم نقعد بيها بقيه اليوم يعني. طب انتي قلتي حاجه انا عايزه ابدا بيها، انه في طاقه رجاله او طاقه رجوليه وطاقه نسائيه. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ اوكي طيب بصي، احنا كلنا رجاله وستات عندنا التو انرجيز جوانا. عندنا الطاقه الذكوريه والطاقه الانثويه. فانا هقول لك الطاقه الذكوريه دي تحتيها ذكوريه، انا قلتها رجوليه، معلش يا جماعه انا اسفه لا جدا. هي ذكوريه لان انت ممكن يبقى عندك طاقه ذكوريه. بس يعني اتس اوكي مش مشكله، نستحمل بعض بقى. معلش البرد برضه، البرد والبنادول كولدن فلو عامل شغله زي الفل، مش مشكله. الطاقه الذكوريه دي اللي هي مسؤوله عند الانسان عامه، هي مسؤوله عن ان هي مثلا عندها المبادره، هي بتبادر في الامور، ان هي بتحل المشاكل، ان هي بتدو things doing، بتفعل الاشياء، بتروح تحط الاهداف، بتروح تحقق الانجازات، بتروح زي ما قلت لك تحل المشاكل، بتروح تسيرف الناس اللي حواليها، تخدم وتعمل وتروح وتجيب كده. هو الطاقه الذكوريه دي فيها الحمايه للناس اللي حواليها، هي اللي بتحمي. يعني حتى انت كحنان لما بتيجي تقفي لبنتك او ابنك وتحميهم من حاجه، انت استخدمتي في اللحظه دي الطاقه الذكوريه بتاعتك. البروتكشن دي جايه من الجانب الذكوري اللي عندنا. البروفايدنج يعني الكفايه، ان انا بشتغل وبجيب المصادر او وكفي بيتي او اكفي ولادي او اكفي نفسي. البروفايدنج ده جاي من الطاقه الذكوريه. فكل ما هو تحت الدوينج، كل ما هو تحت الريسبونسبيلتيز، المسؤوليات والمبادره والحمايه والكفايه العطاء في الحياه المادي، ده كله ده تحت الطاقه الذكوريه. الطاقه الانثويه is more about الاستقبال، ان انا بريسيف من اللي حواليا. it's more about ان انا عطائي مش مادي، عطائي معنوي. انا بدي احتواء وبدي مشاعر وبدي حب وبدي حضور عاطفي. ان انا الانرجي بتاعتي الراجل بيجيب لي او بيعمل لي او بيوديني ويخرجني، وانا العطاء بتاعي ان انا مبسوطة، ان انا بقدر، ان انا بحتوي، ان انا بدي مشاعر، ان انا ليا حضور معين. الطاقة الأنثوية جزء كبير منها غير الاحتواء، الانتويشن اللي هو اسمه الحدس، او ساعات بيسموه الحدث، مش عارفة بالعربي انهي فيهم الأصح يعني. اللي هي ان انتي تبقي عندك القدرة انك بتقري، لا عارفة knowing without knowing، انت عارفة بس انت عارفة ازاي. وده سبحان الله دي من فطرة الست اللي ربنا خلقها بيها، لان انتي بتراعي طفل لسه مولود ما بيتكلمش وما عندهوش اي way of communication غير انه بيعيط، بس ربنا بيديكي ده عندك عشان تعرفي تقدري تتواصلي مع الطفل ده even though مفيش كلام. فبتعرفي من عياطته ده هو عايز ياكل ولا هو عايز يغير ولا هو بطنه وجعاه ولا في حاجه غلط. ده بالانتويشن بتاعك. صح. دي ربنا مديها في الطاقه الانثويه عند الست اكتر بكتير من الطاقه الذكوريه. فالقدره على الشعور بشكل عام، القدره على الابداع بيجي من الحته الانثويه اللي عند البني ادم عامه. القدره على المرونه، ان يكون عنده مرونة، ان هو يجو with the flow في الحياة. فالحتة الأنثوية اللي فينا مش عايزة كل حاجة تبقى محسوبة وكنترولد ولازم نبقى عارفين 1 + 1 = 2. انا بعرف استمتع، بعرف اتبسط، عندي المرونة، عندي الادابتابيليتي، بعرف ان انا امشي في الحياة وجو with the flow مع الحياة واللي بيحصل فيها. الطاقة الأنثوية او الحتة الأنثوية عندنا فيها حساسية، sensitivity، بكل ما البلس يعني الحاجات الحلوه والوحشه اللي تحت كلمه sensitivity. بس احنا
كائنات او الحته الانثويه فينا كائنات حساسه. فحتى الراجل زي ما اتفقنا احنا كلنا عندنا الحته الانثويه والذكوريه. الراجل عشان يعرف يطبطب على الست ويحتويها ويبقى حنين عليها هو لازم يروح للحته الانثويه اللي جواه عشان يعرف يطلع المشاعر دي، لان دي الحته الانثويه في البني ادم. فدي كلها تحت الجانب الانثوي. وده احنا بنتخيل واحنا او انا زمان لما كنت بسمع الفرق ما بينهم كنت بحس ان الطاقه الذكوريه دي هي الحته القويه الجامده والطاقه الانثويه دي لوزر. يعني انت بتعملي ايه يعني؟ لان انا متربيه زي ستات كتير قوي على انه لازم تبقي سترونج واندبندنت وجامده ومعتمد على نفسك في كل حاجه وما تحتاجيش حد فهي دي النجاح، مقاييس النجاح. يعني كنت امبارح في كورس فبقول لهم ايه، لو انا جيت قلت لك دلوقتي مين هي الست الناجحه، ايه اول حاجه هتيجي في بالك؟ تيجي في بالك مثلا قولي لي انت ايه اللي هيجي في بالك؟ الناس اللي بتطلع على الفوربس والناس اللي بتعمل كذا واللي عندهم كذا يس انجزت كذا وحققت كذا وعملت الكارير الفلاني ودي كلها الرجاله اللي ما الحته اللي هي ما بتقدرش توصل فيها. ودي كلها نجاحات حلوه طبعا بس هي نجاحات جايه من الجانب الذكوري صح. لكن مش هيجي على بالك يا حنان انك تقولي لي والله الست الناجحه دي الست اللي هي عندها ذكاء عاطفي، الست اللي بتعرف تحتوي الناس اللي حواليها، الست اللي بتعرف تريد روم، بتعرف تفهم الانرجي بتاعت الناس وتعرف تتعامل مع كل حد ازاي. مش هيجي بالك ده لان احنا ما تعودناش، مع ان ده مقياس نجاح انثوي جدا ومهم جدا جدا جدا، ما نعرفش نعيش من غيره. بس مش ده اللي هيجي على بالك، بس مش ده اللي هيجي على بالك. ليه؟ علشان انت اتعودتي انه النجاح تستوستيروني، النجاح ذكوري، وان الست لما بنيجي نديفاين يعني ايه ست في السوشيال ميديا دلوقتي كلها حاجات خارجيه. صح. ان هي الست دي شكل معين لحد ما بقينا كلنا نفس الشكل كلنا بنعدي على نفس الدكتور بنعمل نفس الحاجات وكلنا بقينا نفس الشكل. طب الشخصيه بقى فين؟ تروحي رايحه للجانب الذكوري وتقولي الشخصيه دي لازم تكون عندها الكارير الفلاني وبتعمل كذا. طب فين ذكائها العاطفي؟ فين فهمها لمشاعرها هي اصلا شخصيا؟ فين قدرتها ان هي يكون عندها استمتاع بالحياه؟ قدرتها ان هي تعرف تستقبل من الناس اللي حواليها. اعرف ان انا يعني دلوقتي انا كنت في ريتريت كنا في بالي وكان الريتريت التوبيك بتاعه از اباوت الانوثه. سبحان الله هي عشان نتكلم في الموضوع ده النهارده. فخدت بالي وانا نفسي بعمل كده ان كل ما حد فينا بيجي يعمل حاجه لحد بتفضلي كتير قوي بتريزستي. يعني مثلا عايزه اعزمك، احنا دلوقتي قاعدين بقول لك ايه حنان انا هعزمك انا على القهوه دي، لا ولا ولا، او مثلا ايه حنان خليني اساعدك في الموضوع الفلاني، خليني اشيلك مثلا كذا، لا لا لا، او كومبليمنت في حاجه اقول لك شكلك حلو قوي النهارده تقولي لا بس انا اصل مش عارف بست بسرعه، لا اصل انا ده انا منفخه النهارده من مش عارفه مين. لازم تقولي لي حاجه كاننا فقدنا القدره على الاستقبال. مش عارفين نريسيف الكومبلمنت، مش عارفين نريسيف المساعده، مش عارفين نريسيف الدلع. تبقى كل اللي بتفكري فيه والحد ده بيعمل لك كده ان انت ازاي ما تخليوش يعمل كده عشان حاسه ان انت في جوه صوت بيقول لك ان انا كده هبقى تقيله، او ان انا لازم افكر وانا بريسيف انا هرد لك ده ازاي، هعمل لك ايه في المقابل. فده خلانا ما بقيناش الايند مع ان الجانب الانثوي بيعرف يريسيف، بيعرف يستقبل. زي بالظبط في العلاقه الحميميه في السكشوال ريليشن شيب، انت البويضه والحيوان المنوي مين اللي بيبذل المجهود؟ السبرم بتاعت الراجل. صح. والست او البويضه ان ذس كيس قاعده بتستقبل، وبعدين ايه ده؟ مش بس بتستقبل، ده وروني كل واحد فيكم هيبذل مجهود شكله عامل ازاي، واللي هيبذل اقصى مجهود هو اللي انا هستقبله. فاحنا فقدنا القدره. اول مره اشوفها كده. هي احنا وعلى فكره even the sexual relationship هي ست بتستقبل وراجل بذل مجهود. صح. and it doesn't mean ان انتي ما بتعمليش حاجه، بس مجهودك شكله مختلف. مجهودك مش ان انت تروحي تجيبي فلوس وتعملي وتدي للراجل فلوس. مجهودك مش ان انت تروحي تتشقي وتتعبي في الحياة وتجيبي ريسورسز. مجهودك انك انت تبروفايد الطاقة الدافية في البيت، تبروفايد الحنان والابريشيشن والحب والعاطفة والاحتواء. وده مش معناه ان انت مش انسانة كفء عشان بس انا رغايه قوي حنان، صح؟ لا 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 لا، انا مستمتعه وبعدين اصلا صوتي مش طالع، فانا سعيده جدا من اللي بيحصل ده. انا بتضايق قوي من
ان احنا ساعات لما بنيجي نتكلم على الانوثه بنتفهها ونحصرها في ان انا اعمل فيها هبله واعمل فيها عبيطه وانا افتح لي بس بتاعتي انا مش عارفه واتكلم بصوت كده، عارفه الصوت زي الافلام الابيض واسود المحسوكه دي. يتكلم بقى بصوت كده عبيط كده وتافه وابقى انا لا. الانوثه مش معناها انت مش كفء، معناها انا كفء وعندي المهاره وعندي القدره ان انا اقوم بحياتي على فكره وشاطره وكل حاجه، بس انا مختاره ادي للراجل الدور بتاعه واستقبل. انا مختاره ده، مش ان انا مش عارفه اعمله. يعني في فرق كبير بين ان انا ما عنديش المهارات وعالة وانسانه completely dependent، دي اسمها سلبيه ما اسمهاش انوثه، وبين ان انا اكون لا هو انا عندي المهاره وبعرف اعمل الحاجه دي، بس انا مختاره ان انا اقول لك you do it for me وانا هستقبل وهابريشيت. انت الراجل بتاعي انت راجل وانت الحمى. ليد وانت الحمى وانت تيك ذا ديسيجن. لكن لما احتاج استيب اب واعمل انا هعرف اعمل. ولما احتاج احط حدود، لانه خدي بالك ما انت ممكن تقعي في راجل يابيوز الحته دي طبعا. فانا هنا عشان انا كفء انا عندي القدره ان انا اقول لك لا هنا في حدود، انا ما اديتلكش القياده عشان انا انسانه ضعيفه وعبيطه ومش فاهمه، اديلك القياده عشان اديلك الدور بتاعك ولا اعرف العب الدور بتاعي. بس لو انت هتستغل ده انا هعرف احط الحدود كويس قوي. او ان انا لو انا لقيت نفسي محتاجه ستيب اب لحد من ولادي فور اكزامبل واخد اكشن معين او احل مشكله معينه او اليد في حاجه معينه، لا انا اقدر اعمل ده، انا مش عبيطه ولا حاجه، اقدر استخدم الجانب الذكوري اللي جوايا لما اكون محتاجاه اطلعه واستخدمه في الشغل، مع اولادي، في علاقتي، في وات ايفر. بس انا مش عايشه هناك ومبلطه هناك وخلاص، لان لو فضلت عايشه هناك انا هبقى تعبانه بقى. هتشوفي بقى اللي منا بتحكي لي عليه دي، ان انا تعبانه ومرهقه وما بقتش قادره وما بقتش عارفه ادي وما بقتش، لان انا عايشه هناك خلاص. كنت بقول لهم امبارح لما ببقى عايشه في الجانب الذكوري بتاعي ببقى كاني يا حنان سوري يعني انا مقاس رجلي 40 بس انا لابسه جزمه 36. فالجزمه اتس دوينج ذا جوب، يعني خلاص انا مش ماشيه حافيه بس انا رجليا وجعاني لان انا لابسه جزمه مش مقاسي. لما بتبقي عايشه طول الوقت في الجانب الماسكولين في شخصيتك، انت اللي بتليد وانت اللي بتكنترول وانت اللي بتعملي كل حاجه وما بتعمليش في المقابل حاجات تريكفر الفيمينين سايد بتاعك، بتبقي تعبانه ويجيلك بيرن اوت، بتبقي ستريسد على طول وبتبقي متنشنه على طول، لان ده مش فطرتك، انت مش منت تقعدي هناك. زي ما الراجل على فكره العكس، لما الراجل بيقعد في الجانب الانثوي بتاعه كتير، وعلى فكره الرجاله بتعملها بتريكفر الماسكولين من غير ما يحسوا. يعني تلاقي مثلا راجل في اول مثلا علاقته بيكي خرج معاكي ولاف وبتاع فكان انتاتش قوي مع الجانب الانثوي بتاع المشاعر والحب والحاجات دي، حلاوه البدايات. بيروح البيت يعمل ايه؟ انا عايز اتفرج على ماتش، عايز اقعد مع اصحابي على القهوه، عايز يريكفر الطاقه الانرجي الفيمينين الكتير قوي اللي طلعت دي. احنا في المقابل ساعات ما بنعملش كده، ما بترجعيش تريكفر، خلاص انت رحتي. شو انا كمان انا واقعيه في ان انا اي اندرستاند انه احنا في كتير قوي مننا كانت افورد انه ما يشتغلش. لا ما انا هرجع لك بقى في الموضوع ده دلوقتي. طب عشان انا رغايه وهفضل ارغي كتير فانت اساليني احسن. لا بالعكس انا مبسوطه قوي بالفلو، لانه انت بالظبط بتهت على البوينتس اللي انا عايزه ادور عليها. انت يعني انا ما بشوفش ان الشغل صح او غلط، اوكي، بشوف ان كل واحد فينا ظروفه او وضعه او اي حاجه بتمشيه في سكك مختلفه، passions، ظروف، مضطرين، whatever it is. انا بقى مشكلتي في الست المسحوله. اوكي، المبدأ ده اوكي بتاع اني بلعب في الاخر دور ضحيه. ماشي. ولما بلعب دور الضحيه انا بقى كشخص بقع في حفر اللي انتي بتقوليها دلوقتي، حفر الذكوريه. انا اول مره افكر فيها كده يعني بعد اللي انا سمعته دلوقتي. بس ازاي بقى لو انا دخلت في السكه دي ازاي اطلع منها؟ اوكي حلو ماشي. طيب خلينا نفرق ما بين حاجتين، الست بقى؟ المسحوله والست الضحيه. ماشي اوكي حلو. الست المسحوله هنجيلها لان ده 3/4 الستات دلوقتي بقت مسحوله. كلنا دي حقيقه فعلا. ايوه والله دي حقيقه فعلا. الست الضحيه بقى الاول،
لان على فكره الست ضحيه ده منتاليتي ممكن تبقى مش مسحوره ولا حاجه، بس بالظبط. هي مايند سيت، هي طريقه تفكير. بس هي كمان احنا اتربينا على ان الام اللي مش ضحيه او الام اللي هي مش متمرمطه للاخر مش ام كفايه، مش ام كفايه، صح. لان الامومه مرمطه وتضحيه. صح. انا ده الكونسبت ده صح. عذبني سنين وسنين لحد ما لقيت ان هو ليه هبقى ضحيه وانا ممكن ابقى حد بيعشق ولاده وبيته واهله وجوزه وكل حاجه، بس باخد بالي من نفسي. صح. 1,000,000%. طيب احنا طبعا زي ما انت بتقولي يا حنان، احنا اتربينا على كونسبت الشهاده ده، ان انت تبقي شهيده. لازم تبقي شمعه تحترق من اجل الجميع لحد ما الشمعه بتحترق والجميع بيحترقوا معاها. و انا بحس انه احنا احيانا كاننا بنبتدي نحب الدور ده بشكل او باخر، وبنتكلم عنه كأن ده البادج اوف اونر بتاعي. اصل انا وانا وما بتلاقيش ساعات كتير، ما بتلاقيش ده مثلا في راجل، لانه راجل عارف انه هو عربيته لو ما عملتلاش صيانه العربيه دي هتقف، فهو عمره ما هيأثر في صيانه عربيته. صح. لكن انت on the other side ما عندكيش، او كتير مننا لسه الكونسبت ده عايش في دور انا غصب عني، ما انا هعمل ايه، ما انا غصب عني. وانا دايما بحب اقول للستات يا جماعه، اول حاجه محتاجين نوقفها في اللانجوج بتاعتنا كلمه انا غصب عني دي. مش حاجه اسمها انا غصب عني، ما ينفعش يبقى ربنا خلقني انسانه حره وانا قررت ان انا عبده عند اي حاجه تانية في الحياه. مفيش، مهما كانت بقى الحاجه دي ايه، مهما كانت. ممكن تقولي لنفسك انا دلوقتي قدامي طريقين، الطريق ده ليه تمن معين، لان كل حاجه في الحياه ليها تمن. بالظبط. ليه تمن معين، تمن اسمه مثلا ليتس سي الطريق ده ان انا لسه مخلفه جديد، فانا مثلا مش عايزه انزل سوق العمل دلوقتي او قاعده مع اولادي. بشوف ستات كتيره بتقول قايله ايه، ما انا هعمل ايه، ما انا غصب عني، ما انا مضطره. لا، هو انت اقعدي كده مع نفسك احسبيها. لو انا دلوقتي نزلت سوق العمل وسبت ولادي هم مثلا في السن الصغير ده، في تمن معين اسمه 1 2 3. ولو انا ما نزلتش وقعدت مع الولاد في تمن معين. بالظبط. قرري انت قادره تدفعي انهي تمن دلوقتي. وممكن تقولي دلوقتي دي حاجه مؤقته، انا دلوقتي this is what I can، لان احنا بنعمل كده في الحياه كل يوم. انت بتقولي النهارده انا مش قادره اشتري الجزمه دي عشان I can't afford ثمنها، هحوش لها عشان اعرف اشتريها. ايه القرار اللي انت قادره تدفعي ثمنه دلوقتي بالحسابات واختاريه؟ ما تمشيش اللي لا غصب عني، ما انا هعمل ايه، لا مش هعمل ايه. على فكره انت تقدري تعملي قرار تاني، بس انت دلوقتي ممكن تكوني بالحسبه كده انا مش I can't afford ان انا ادفع الفلوس التانية دي، ادفع ثمن القرار بتاعي ان انا انزل او ان انا اقعد whatever it is يعني. بس قولي اللانجوج اللي بتستخدميها مع نفسك، انا اخترت. هي مشكله بقى غصب عني ان انت بتدخلي في الفيكتيم منتاليتي بتاعت انا الضحيه، وبعدين كل حاجه بتيجي وراها بتبقي اصل انا اتظلمت، اصل انا ضحيه، اصل جوزي وحش، صح. اصل ولادي كبروا ونسيوني، اصل اهلي ما كانوش بيدوني دعم، وادخل بقى في السكه مع انه ده اختيارك يا حنان اصلا. بالزبط. انت عارفه مين اول حد بيسمع كلمه انا ضحيه؟ مين؟ مخك. اول حد. فاول ما بيسمعها بيروح قايل ايه، طب تمام يا باشا احنا ما عندناش حاجه نعملها، خلاص بقى هاخد، خلاص ما هي ضحيه بقى انا غلبانه مسكينه. بالظبط، انا ما عنديش حاجه اعملها خلاص، فانا مش هساعدك اصلا في حاجه، لانه كلمه ضحيه معناها بالتبعيه قليله الحيله، مفعول به. صح. فخلاص وات كان اي دو، مش هعمل حاجه. مفعول به. ايوه مفعول به. فتفضلي حياتك كلها سلسله من المفعول به بقى دي. ما هو انا هعمل ايه، ما انا غصب عني، ما انا غصب عني. لا، هو مفيش حاجه اسمها غصب عني. يا الست اللي بتبقى مثلا حتى في الجواز والطلاق، انا غصب عني، ما انا هعمل ايه. لا، هو مش غصب عنك، ربنا اداكي اكزت، ممكن تكوني ما عندكيش تمن الاكزت ده دلوقتي. تمام، امين، واحترم ده، ان انا اقول والله انا مش مرتاحه في الجوازه دي، بس دلوقتي حالا ما عنديش، مش I can't afford ان انا اطلع منها. مش افورد، مش لازم هنا مادي بس، لا مش مادي، لا بس انا مش هقدر ما عنديش استعداد ادفع ثمن الطلاق دلوقتي، فانا مختاره ادفع الثمن الاقل ان انا اكمل، مختاره ده، وهشوف هعمل ايه، عايش ازاي، ما تبعات اختياري، لان انا انسانه ادلت بالغه مكلفه حره، مش عبد عند حد، ولا انا مفيش لا. فبس سمعي مخك لانجوج ثانيه غير غصب عني وانا ضحيه، وانا اللانجوج دي بتموتني. كنت لسه بقول لهم في السيشن اللي فاتت دي انه المخ ما بيعرفش الفرق ما بين الحقيقه والخيال. صح. فانا لما هقول له
انا تخينه هيقول لي طب اوكي يلا بينا ناكت از فاي حاجه هتلبسيها هيقول لك شكلك وحش. قلت له ايه على فكره انا جسمي مظبوط. فهي اي حاجه هتلبسيها هيبقى شايف ده. الكلام اللي احنا بنقوله لنفسنا هو اللي بيديفاين احنا فين في الاخر. بالظبط اللي انت بتقوليه دلوقتي. وده مش معناه ان انا بضحك على مخي على فكره. لا، لان انا فعلا عندي اختيار ان انا اغير الواقع ده. أيوة. بس ميبي الاختيار ده دلوقتي حالا انا مش هعرف ادفع، بس هو موجود. صح. you always have a choice. صح. بس هو دلوقتي حالا انا محتاجه احوش له الاول. فاللانجوج فدي الست الضحيه، علشان اجان من المفاهيم الخاطئه في حته الانوثه ان هي السلبيه، وان انت تبقي بس بتفولو وخلاص، وان انت تبقي تابعه كده مالكيش اي راي ولا اي دور ولا. لا يا جماعه، لا هي مش كده. فدي الحته الاول بتاعت الست الفيكتيم منتاليتي، لانه الفيكتيم منتاليتي ده ما بيقفش عند هنا يا حنان. لا. هو انت بتبقي ضحيه ومفعول بيه، بعد شويه بتبتدي تبصي حواليكي كده فتلاقي الناس اللي حواليكي بتعمل حاجات، فتبتدي غصب عنك تقارني وتنفسني وتروحي قايله ايه، ما هي حنان اصلها محظوظه عشان جوزها مساعدها، ما هي فلانه دي عشان باباها مش عارفه عامل ازاي، ما هي علانه دي. وكل واحده حواليكي تبقي رابطه نجاحها او وات ايفر اللي بتعمله بظروفها، فتبتدي تنقمي. فتبتدي تنقمي على ظروفك. ما انا لو كان بابايا، ما انا لو كان جوزي، ما انا هعمل ايه. وممكن تبتدي توصلي لمرحله ان انت عندك غضب تجاه ربنا، ليه يا رب ادتني الظروف دي وما خلتنيش زيهم. فاتس يعني هو وحل بتقعي فيه ممكن يوصلك لحته يعني ضلمه، وتبقي قلبك باظ تجاه نفس الناس اللي حواليكي وتجاه حتى علاقتك بربنا. فلا، انا محتاجه دايما اوقف نفسي انه حتى في الحاجات البسيطه، انا النهارده اتاخرت عشان انا حصل معايا كذا، مش عشان غصب عني. اصل غصب عني هو يا جماعه احنا بني ادمين يعني، مش ماشيين كده وخلاص بليش يعني. فدي الست الضحيه. نرجع للست المسحوله. صح؟ قلتي الضحيه والمسحوله. انا معاكي ماشي. المسحوله من المسحوله. يس، من المسحوله. انا بحس ان احنا ساعات بيبقى عندنا مشكله في المايند سيت بتاعنا يا حنان في الحته دي، ان احنا بنبقى عندنا بلاك اور وايت ثينكينج كده، ابيض واسود. يا اما انا واخده بالي من نفسي ومركزه مع نفسي قوي وزي الفل وكل حاجه تمام ورياضتي وشكلي وجسمي وكل حاجه تمام، يا اما انا ما عنديش وقت دلوقتي لده، فاروح للاكستريم الناحيه التانية بتاعت انا دلوقتي يا جماعه وقت الامومه والطفوله، فانا مش هعمل حاجه غير الامومه والطفوله. وهي الحياه مش كده، الحياه في النص. It's about المايكرو مومنتس اللي انت بتخطفيها في نص يومك عشان تاخدي بالك منها. يعني كنت بقول لهم مثال ايه، مثال الانتخابات فور اكزامبل. المثال ده اتضرب حتى في الكتاب بتاع اتوميك هابتس اللي بيتكلم على العادات اللي انت تقدري تعمليها every single day. انه في الانتخابات لما بيكون في ناس مرشحه، اللي بيكسب في الانتخابات مش اللي اخد 100% من الاصوات، ولكن اللي بياخد اغلب الاصوات. فانت مش محتاجه ان لو انت الجانب الانثوي بتاعك اللي هي منا، سميها منا، مش منا الام او منا المانجر او منا اللي بتشتغل، لا منا الانسانه الانثى. لو دي واحده ايدنتيتي عندك وبتكمبيت معاها او ماشيه جنبها ايدنتيتيز تانية، فالاكشنز اللي بتعمليها من ساعه ما بتصحي لحد ما بتنامي هي بتحط اصوات لكل هويه، لكل كاركتر جواكي. وانت مش محتاجه انك تموتي شخصيه عشان تنجحي شخصيه تانية. انت بس محتاجه كل ما تلاقي الام فور اكزامبل خدت اصوات بقالها شويه، اهو انا قاعده باكل وبغير وبرضع بقالي 2-3 ساعات، يبقى ده اتس تايم انك تاكلي. يعني انت لو انت عندك، انت بتعملي كده اوريدي، لو انت عندك اكتر من طفل ما بتنسيش واحد وتاكلي واحد طول النهار، فاهمه؟ انت تقولي لعبت مع ده شويه، هنختار واحد بس ناكله، واحد بس هنعيشه، والباقي ده يا جماعه لما نخلص ده ربنا يكرم بقى. ما بتعمليش كده. انت بتقولي مثلا انا قعدت ذاكرت لده شويه، طب انا بقى اتس تايم ان انا اذاكر لده. انا قعدت اكلت ده شويه او لعبت معاه، اتس تايم ان انا اخد بالي من ده. فبتقعدي تعملي كده عشان بالانس. نفس القصه، انا مش محتاجه استنى لما اولادي يبقوا يا جماعه في الجامعه عشان اخد بالي من نفسي. لا، هو انا وهم صغيرين وفي الوقت المقرف بتاع ان انا ما بنامش كويس وما باكلش كويس، مش لازم انزل اروح الجيم، بس ممكن استرتش في البيت. صح. ممكن اخد بريك كده كل 5 دقايق بريك كل كام ساعه، اعمل حاجه لمنى. الناس هتفتكر دلوقتي ان انا اللي اسمي منى. كنت قريب كنت كاتبه ستوري على الموضوع ده عشان انا مامنه قوي باللي انت بتقوليه، لان انا كنت الام المسحوله دي اللي هي شايفه ان الامومه تضحيه ومرمطه وهكذا. وبالذات ان انا سافرت 4 بلاد
كاكسبات، اوكي، كل مره بلد مختلفه تانية عن كده، فيلا نبتدي من اول كل مره. كل مره في قاره شكل يعني فاهمه. لعبت كل الالعاب، وصلت البوينت اوف بيرن اوت وديبريشن، مش ده موضوعنا يعني النهارده. بس كان مهم قوي عندي ان انت تبداي تحطي نفسك اولويه. ومن الحاجات اللي اكتشفتها يا هبه ان الولاد لما بيشوفوكي بتحطي نفسك اولويه هم بيتغيروا. اولا they step up، فهم بيبداوا ان هم طب انا ممكن انا اللي اعمل نفسي العشاء النهارده، ماما معلماني، ممكن انا اعمل كذا، ممكن اعمل كذا. وكمان بيبداوا يقدروا انه على فكره هي بتتكلم في التليفون دلوقتي فمش لازم اعرفها، يعني انت بني ادمه، انت بني ادمه صح. على فكره هي داخله تستحمى دلوقتي، على فكره نازله مع صحابها تتعشى. يعني مش بقولك لازم اعمل حاجه، لا انا بالنسبه لي ان انا ممكن اخرج مره مرتين في الشهر مع صحابي لوحدنا ستات، نحكي ونفضفض ونتكلم، دي حاجه مهمه، صح جدا. هم شايفين ان هي دلوقتي بقت كده. فبشوفها بقى مع ناس تانية يقولك ايه ده بتخرجي وبتسيبي ولادك؟ انا ما بعرفش اتبسط من غير ولادي، انا ما بعرفش اتبسط من غير اهلي، ما بعرفش. تخيلي ده جوزي بيروح مثلا مع الشغل يخرج يتفسح وبيرجع مبسوط، ويسافر مع الشغل ويرجع مبسوط. ازاي يعمل كده؟ انا بالنسبه لي دي كلها نقط انه العيله ده كيان ودفى واحلى حاجه في العالم، بس انتي لازم يبقى ليكي الحته المستقله بتاعتك عشان تقدري تشحني منها الطاقه وبعد كده تديها لهم. صح، 1,000,000%. وهي انت كمان مش بس بقى، يعني النقطه دي مهمه قوي يا حنان اللي بتقوليها، انه فعلا الولاد بيتعلموا ان انت انسانه، وهم بيتعلموا في حياتهم يحطوا نفسهم بالانسد. صح، هم نفسهم بيتعلموا كده انه على فكره I have my time انا كمان. لانه هو عمر ما الولد بيقول لك مثلا ايه لا انا مش هلعب مع اصحابي وافضل قاعد طول النهار معاكي، ما هو بيلعب مع اصحابه، بيدي وقت لنفسه، وحقه طبيعي. فبيتعلم هو كمان يبقى متزن في ادارته لحياته وللناس اللي حواليه. ولما يتجوز يتعلم ان هو مراته دي ليها وقت، وهي لما تتجوز تتعلم ان هي تدي لنفسها شويه وقت هي كمان. فالدنيا بتبقى مظبوطه. واحنا اجان it's not black or white، مش يا اما انا مبسوطه مع اولادي وما ببسطش في اي حاجه تانية، يا اما انا مقضيها طول الوقت. لا، هو دي ابواب مختلفه للسعاده. صح. في باب اسمه انا ببسط مع عيلتي، وفي سعاده تانية ليها شكل تاني مع اصحابي، وفي ساعه تالتة ليها شكل تالت في الشغل، وفي رابعه ليها شكل تالت في علاقتي مع ربنا، وفي 5 ليها شكل تالت مع نفسي انا، وانا لوحدي اصلا. ليه احجر حاجه ربنا خلقها واسعه؟ دول different channels انت ممكن تبقي مبسوطه فيهم. ليه تركزي على واحد بس والباقي كله مش موجود؟ ليه ده سؤال مهم. انا بحس كمان يا حنان انه I think ان a big problem دلوقتي مش بس حته الولاد، حته الست اللي بتشتغل، ده كارثه تانية، كارثه تانية طبعا، كارثه نفسيه. صح، لانه كمان الشغل يعني في اغلب الاوقات بيبقى الطاقه اللي فيه غصب عنك اللي طالعه، مش غصب عنك بقى، يعني هي طبيعه الشغل it's very ذكوريه. انت competing جدا، انت لازم تبقي بتثبتي مكانك، انت لازم تحققي التارجت، انت لازم تاتشيف. فبيبقى طالع عليكي حماده اللي جواكي كده طول الوقت. فبتبقي راجعه فعلا، خلاص انت راجعه. يعني حتى لما بتيجي تعملي اكتيفيتي الستات بعديها، مثلا تطبخي ولا تخرجي مع اصحابك ولا وات ايفر، او حتى الديت لو انت مش متجوزه اصلا، تتعرفي على حد عشان احتمال نتجوز في يوم من الايام، بتعملي ده بطاقه ذكوريه، بتكملي بحماده بقيه اليوم. فتلاقي نفسك روحتي المطبخ بتطبخي وانت متنشنه ومتعصبه وترانزاكشنال وسريعه، عشان خاص هو اخد الاصوات الغالبه في نص يومك، وانت ما خدتيش الاكشنز انك تعملي الريكفري. انت موتي التانية دي، ما اكلتيهاش طول اليوم، فبقى هو اللي مكمل، بقى هو اللي بيقود. لو انا مثلا كده في الشغل يعني بعمل كل الحاجات دي، وبعد كده مثلا حاولت اشحن الطاقه، مثلا ان انا اروح اعمل ضوافري او اروح اعمل شعري او اخرج مع صحابي، طبعا دي حاجه تفرق جدا، يعني بس حتى بيريكفر، بس حتى اعمليها على سكيل اصغر من كده، لانه انت مش كل الناس عندها كل يوم الاوبشن انها تخرج بس السكيل ممكن يبقى الاصغر ان انا بس كل كام ساعه وانا في المكتب خدي لك 5 دقايق دي بريزنج بس كده، تبقي في البينج مش في الدوينج ذكوري، دوينج اكشن. البينج بتاع ان انا قاعده بشرب القهوه ومايندفul ومبسوطه باللي انا بشربه، وقاعده يعني
حاسه بريزنت حاضره. البينج ان انا قاعده بعمل كونفرسيشن مع واحده معايا في المكتب وبنسوشيالايز، مش بنتكلم في التارجتس والارقام. البينج ان انا ودخلت الحمام 5 دقايق، حطيت كريم على وشي كده وخدت نفس كده وخدت 5 دقايق بس، ده اسمه بينج. وده بيشحن لك الطاقه بتاعتك. ايوه طبعا بيشحن الحته الفيمينين اللي عندك، ان الحياه ما بقتش انت قاعده ماسكه سلك عريان طول الوقت بتجري، انك وقفتي في النص وعملتي حاجه لمده 5 دقايق تأمبلج، شديتي الفيشه بس، يو سلو داون، افتكرتي ان انت انسانه مش مانجر او مش سيلز او مش الشغلانه اللي انت بتشتغليها. فانك عملتي ده كذا مره على مدار اليوم. يعني ممكن ساعات يا حنان ابقى قاعده بشتغل وفاتحه اللابتوب ومركزه وانا مش عارفه بعمل كده، وانا بحب شغلي جدا، بس في الاخر انت لما بتبقي عامله تو دو ليست وعندك اتشيفمنتس انت بتبقي سو ماتش ان الحته الذكوريه اللي فيكي. فلاقي نفسي بقالي كتير قاعده القعده دي وابتديت ابقى حماده قوي وانا قاعده فاهمه، اروح قافله اللابتوب وممكن حتى ان شاء الله اشغل حاجه انا بحبها بتضحكني، ريل، اقعد اغني اغنيه ودندن واتمشى في البيت وارقص، اي حاجه تفصلني عن المود ده، اي حاجه تخليني ارجع تاني احس ان انا بريزنت، انا حاضره، انا انسانه، انا مش ماشين بيشتغل وبينتج. الحته دي بس بتفرق معايا، ان انا اقول لنفسي طب انا في اخر اليوم هخلص مثلا الساعه كذا المهام اللي عندي وات ايفر يعني، وبعدين انا مش هخش انام كده على طول، لا انا هقعد على الكنبه كده شويه في الليفينج روم اجورنال بس كده 5-10 minutes. الصبح لما اصحى من النوم انا مش هصحى من النوم اجري والبس وانزل، لا انا هصحى من النوم بدري 10 دقايق، اشرب قهوتي وانا مايندفul وانا هاديه، البس وابص في المرايه واخد سيلفي لنفسي ليا مش لاي حد، بس انا راحه كده مايندفul. انا هركب العربيه بتاعتي وانا رايحه الشغل وانا بتفرج على الناس في الشارع ولا بدندن حاجه ولا بكلم واحده صاحبتي سوشيالايز وكونكت معاها، مش وانا قاعده worried about انا خلصت ايه ورايا ايه وبتكلم اكمل مكالمات الشغل. حاجات بسيطه قوي كل واحده فينا تقدر تعملها في يومها تساعدها تريكفر الحته الانثويه من غير ما تبقي محتاجه تفضي وقت رهيب عشان تنزلي تعملي، مش لازم، هي حاجات صغيره قوي. انت بس كانك بتفتكري انك معاكي بني ادم على فكره عايشه معاكي محتاجه تاكل، وانا مش سايباها، كل شويه بروح افيدها، اطمن عليها او اديها حضن، اقول لها كلمتين حلوين، اقعد معاها شويه وبعدين ارجع اكمل اللي انا، لان احنا واقعيا مش هينفع نحط كل مسؤوليتنا على جنب، لا بس هنعرف نقول لنفسنا ايه، I need to take a break من الجزمه 36 دي كل شويه عشان رجليا وجعتني واروح ريكفر، اعمل حاجه تخلي ترجعني تاني بالظبط كده. واو، انا اول مره اشوفها بالطريقه دي بس فعلا انت عارفه انا ماي ثيرابيست اللي كانت قايله لي قبل كده انه وانتي قاعده بتشتغلي، انا بحب شغلي قوي قوي very passionate بحبه، فبتقولي بس لازم تفصلي كل شويه. قالت لي خدي معاكي الجورنال حطيه في شنطه اللابتوب وانتي نازله رايحه الشغل وبتاع، لما تلاقي نفسك كده اكتبي فيه. انا عندي جايد جورنال كده بحبه قوي، والساعات ما باخدوش انا بحب الكتابه عامه وانا ببلش رايتر برضو، بحب قوي اطلع الطاقه في الكتابه. بس لقيتها اللي انتي بتقوليه دلوقتي هو انه فعلا انتي بتنقلي الانرجي بتاعك من حته لحته، وانا بحب الفيمينين انرجي وده اللي بيجذبني في البني ادم اللي قدامي. يعني بحب كست بحب الانرجي تبقى عارفه ناعمه. النشوفيه دي ساعات بحس انها الستات كلنا يعني بنظلم نفسنا لما بندخل فيها قوي. صح 1,000,000%. انت عارفه كنت بقول لهم في الكورس، بقول لهم براكتس مع واحده صاحبتك حتى لو انت برضو في مسكونسبشن انه الفيمينيتي بتطلع لما اكون في ريليشن شيب، وطول ما انا مش في ريليشن شيب انا مش عارفه اطلعها، لا ما ملهاش علاقه خالص، ملهاش علاقه خالص. فكنت بقولها براكتس مع واحده صاحبتك ان انت مره في الاسبوع تخرجوا مع بعض انتوا الاثنين، وانتي تبقي عليك الدور، انا مثلا انا وانتي حنان، فانا هسيب نفسي كومبليتلي، هقول لك بصي يا حنان انتي اللي هتختاري احنا هنروح فين، هتختاري هنروح الساعه كام، هتختاري كل حاجه، just let me know وانا هجو with the flow، انا همشي معاكي، فانا بس هلبس واروح معاكي ومش هقعد اقول لك ايه ده طب وليه، طب ورحنا هنا ليه، طب ما المكان ده احسن، ولا هعمل انا I will go with the flow. والاسبوع اللي بعدين بدل، انا اللي هعمل كده وانتي will just go with the flow.
ليه بقول لهم البراكتس ده؟ عشان احنا يا حنان هتكتشفي قد ايه احنا بقينا مش عارفين حتى نبراكتس لوزنج كنترول في الفن. ان انت في حاجه فن مبسوطه فيها مش عارفه تسيبي الكنترول. انت عاوزه تبقي عارفه كل حاجه، عايزه تبقي عارفه كل تفصيله، عايزه تبقي متحكمه في كل حاجه، مركزه في كل حاجه، بتحسبي كل حاجه. حتى لو بتقابلي حد، يعني كان حد مره بيقول لي نازل يشوف واحده بيتعرفوا على بعض عشان جواز، يعني بيقول لي انا حاسه ان انا قاعد في HR انترفيو. والله قاعده بتسالني مش عارفه اسئله، انت ممكن تسالي نفس الاسئله بس الطريقه بتاعتنا بقت فيري كنترولينج في كل حاجه. فبراكتس انك تسيبي ايدك شويه في فن مع صاحبتك، هتلاقي نفسك والله it feels good انك تبقي مرنه كده و going with the flow. زي ما احنا النهارده قلنا ايه، احنا مش هنكرر، احنا اخترنا توبيك وهنشوف الكلام يعني فاضيه ونجود. والله لذيذ التصوير. ألذ من انك تقعدي تقولي طب بصي انا هبعت لك الاسئله وانا اقعد بقى بكره امبارح اذاكر بقى الاسئله والاجوبه. it's still you can still do this. بس قصدي ايه، ان لازم يبقى كل فتره كده في حياتنا بنسيب ايدينا، بنفرغ، بنسيب ايدينا كده ونسيب الدنيا تمشينا النهارده. ايه يعني مش لازم ابقى انا بحسب كل حاجه، لانه احنا بنبقى بندور على شعور امان من انك تبقي عماله بتكنترول كل حاجه، بس هو ما بيجيش بالطريقه دي. ففي الاخر يو اند اب ان انت حاسه انك متوتره ومتنشنه وخلاص. بس هي متوتره ومتنشنه دي. طب انا مثلا دلوقتي لما يبقى معايا زي موقف منى ده، معاها 3 ولاد في ايديها، ومع الاسف الشديد الرجاله كتير منهم هو بيصرف وبياخد باله من البيت وبيراعي ربنا في ولاده وفي مراته، بس هو رفع ايده. يعني التربيه مش مشكلتي، وانا بشتغل شغل كوربريت تقيل وباجي الساعه 9 بالليل، ما عنديش بقى وقت اشوف بقى الهوم ورك واشوف التمرين واشوف مين ضرب مين ومين زعل مين. شيلي بقى انت الليله دي. فهي محطوطه في وضع وير ان هي لازم تبقى بتدو طول الوقت. طب تعمل ايه؟ اولا هتعمل المايكرو مومنتس اللي انا كنت بحكي لك عليها دي، ان انت وانت بتدو في النص بس كده ايه، حطي شويه. طب انا عايزه اقطعك هنا واحكي لك قصه. ممكن؟ ماشي. على المايكرو مومنتس دي انا قريب كنت على انستغرام، كنت كتبت الموضوع ده على ستوري، ما كانتش نوت ريل ولا حاجه. كتبت انه يا جماعه انا النهارده كنت مضغوطه جدا في الشغل وكنت تعبانه قوي وعندي مشكله كبيره في بيتي في عيلتي، فعملت حاجه مختلفه تماما. نص ساعه رحت السبا اللي جنب البيت، عملت فيشل ورجعت. ودي مش اخلاقي بس انا كنت محتاجه اعمل حاجه لنفسي نص ساعه بس تشحني البطاريه بس. وكلمت السبا، لقيت ان هم عندهم ميعاد، فرحت رايحه واخده بعضي ورايحه واي دروبت الدنيا. وحقيقي هبه كان الفتره دي انا كنت مضغوطه ضغطه مش عاديه خلاص. فقلت لهم يا جماعه حاجه صغيره، حاجه بسيطه، اعملوا، دوروا على مومنت، دوروا على لحظه تقدروا تعملوا بيها حاجه لنفسكم. انا مثلا جالي اكتر من 1000 مسج، انا مش ببالغ في الرقم خلاص. اغلب الستات بيقولوا ايه؟ ما عنديش وقت، ما عنديش فلوس، ما عنديش امكانيه. فكان دايما ردي يبقى في الاخر. طبعا ما كنتش عارفه ارد على كل الناس، بس في الاول كنت برد انه مش لازم تبقى حاجه غاليه، مش لازم تبقى حاجه بفلوس اصلا، مش لازم حاجه تبقى فلوس بالظبط، ومش لازم تبقى كده، بس انتي محتاجه تحسي بنفسك او تفصلي نفسك. تقولوا يا جماعه احبسوا نفسكم في الحمام وكلوا شوكولاته، يعني عارفه اللي هو بعيد عن الدوشه والهم ده. بريث زي ما انتي كنت بتقولي حاجات كنت بقولها، كنت بقول بريث من غير فلوس او مش محتاج وقت. احنا كده. وقعدت اكشلي عملت فيديو نفسي ان انا بتعلم بوريهم ازاي تبريث من جوه وتبريث من بره، اللي هي 4 دي بريثنج ده 4 مرات ان اند اوت. والناس كانت بتتكلم انه لا انا ما اقدرش اعمل ده، انا ولادي صغيرين، لا انا ما اقدرش اعمل ده، جوزي مش عارف ايه اللي حصل، لا اصل انا لسه جوزي متوفي فانا ماسكه الولاد وما اقدرش اعمل ده، لا انا ماما كانت عمرها ما كانت بتعمل ده لنفسها. فكميه الكومنتس بتاعت لا ده it doesn't work، لا ده ما ينفعش، في الاخر كنت متعاطفه جدا. على قد ما كان الكلام نيجاتيف، على قد طبعا عشان بس نقول الحق ان كان في ناس كتيره بتبعت بتقول انا بعمل كده، انا بعمل كده او هعمل كده. يس thank you for the reminder. يعني كان في كتير قوي من دول، بس كان في جزء كبير يا هبه وجع قلبي، مش عشان انتقادات خالص، عشان صعب عليا ان هم
مش قادرين يدوا لنفسهم اللحظات دي. بس هقول لك حاجه يا حنان، نفس الست اللي مش عارفه تعمل لنفسها كده دي، انا متاكده 100% ان هي لو عندها واحده صاحبتها بنفس الظروف، جوزها ميت، ولادها مش عارفه كذا، تعبانه كذا، جايه بتشتكي لها، هي هتعرف تديها ده لمده 5 minutes. يعني هتعرف تقول لها انا حاسه بيكي، وتاخدها في حضنها 5 دقايق. وعمرها ما تقول ما انا ما فيش وقت اديها ده، صح. هتقول لا، لو انت لو هي صاحبتها دي في الكيس دي، وانا جيت قلت لها طب تعالي اديكي حضن، صاحبتها مش هتقول لها ما عنديش وقت انا عندي عيال، هتاخد الحضن، صح. بس احنا لما بنيجي مع نفسنا بتستكتري ال5 دقايق دول، بتستثقليهم، ما ان هم نفس ال5 دقايق. انا كل اللي طالباه منك، وانا والله حاسه بيكي ومتعاطفه معاكي وكل حاجه ومقدره، بس كل اللي طالباه منك ان انت عاملي نفسك زي ما هتعاملي صاحبتك في الوقت ده. صاحبتك انت هتديها 5 دقايق، مش كتير، مش بقولك كتير، ومش لازم حاجه بفلوس، ومش لازم حاجه تاخد وقت طويل ولا مجهود كبير. 5 دقايق بس. ال5 دقايق دول انت بتساعديها تهدي جهازها العصبي عشان تعرف تكمل المسؤوليات بتاعتها. انت دي مش رفاهيه. زي ما تليفونك انت بتشحنيه، انت لو اي بني ادم في الدنيا عارف ان هو جايله مكالمه تليفون مهمه جدا، بيعمل ايه؟ بتاكد ان تليفونه مشحون، صح. انت بتشحني تليفونك عشان تعرفي تعملي المكالمه المهمه، صح. فبس غيري المايند سيت والمنتاليتي انه ده مش حاجه رفاهيه للناس المدلعه اللي عندها وقت. بالعكس، ده انا كل ما اكون مسؤولياتي اكبر، كل ما اكون محتاجه اركز اكتر ان انا ادي لنفسي ده عشان اعرف اقوم بالمسؤوليات بتاعتي. فتعاملي في اللحظه دي مع نفسك زي ما هتتعاملي مع واحده صاحبتك. واجان هي مايكرو مومنتس بسيطه في يومك، في وسط السحله اللي انت فيها، بس تساعدك بس تريكفر. حاجه برضو تانية يا حنان مهمه قوي، انه احيانا، عشان انت كنتي باك تو السؤال بتاع ايه اللي ممكن نعمله، احيانا انت بتبقي لما بترجعي تحطي، يعني لما بتيجي تعملي اكسرسايز ده مع نفسك، انك تكتبي لنفسك مثلا كل الحاجات اللي انت بتعمليها، كل التو ليست بتاعتك، كل الحاجات اللي على دماغك. اكسرسايز مهم، بصي الليسته دي وقعي منها شويه حاجات، لانك هتكتشفي انه الليسته دي هي مش بنفس درجه الاهميه في الحقيقه في الواقع، بس انت مديالها نفس درجه الاهميه، وعايزه تحققي المثاليه والبرفكشن في كل حاجه فيها، وعايزه كل حاجه فيها تبقى انت اللي عاملاها، وعايزه تبقي متاكده ان هي تتعمل على اكمل وجه. وعشان كده بتتحرقي في الاخر. ما هو انا ربنا مديني قدره، يعني مفيش حاجه اسمها انا انسانه ما عنديش وقت، لان ربنا مدي كل واحد فيه نفس ال 24 ساعه، صح. بس انا في وقتي انا مختاره في ال 24 ساعه بتاعتي ابقى انا اللي بعمل كل حاجه، وابقى بعمل حاجات كتير قوي، وبعمل كل حاجه فيها على اكمل وجه. بصي على الحاجات دي وشوفي ايه اللي ممكن تاجليه، consciously تختاري انا مش هعمل ده دلوقتي، او ايه اللي ممكن تديه لحد تاني، او ايه اللي ممكن تديه لحد تاني، او ايه اللي ممكن تقولي انا مش هعمله اصلا. انا دلوقتي يا جماعه في الفيز دي من حياتي، دي حاجه انا مش هعملها. او انا دلوقتي في الفيز دي من حياتي، معلش انا في الايديال سيناريو اكون انا مثلا بطبخ كل يوم، بس انا دلوقتي مش هعرف اعمل ده، فانا ده هديه لحد تاني. في مقابل ده انا مش بديه حد تاني عشان قاعده بعمل ضفر قدام مسلسل، انا بديه حد تاني عشان اعرف اعمل حاجه اهم، صح. ما حدش هيعرف يعملها غيري. فما تعمليش فيها بقى سوبر هيرو، لانك يو ويل بيرن اوت. ما انت بني ادمه، الايزنهاور ماتريكس اللي احنا بنقعد نعمل فيه ده بالظبط. وبعدين ما فانت نفسك محتاجه زي ما هو. غير المايكرو مومنتس بقى تشوفي ايه اللي كونشسلي هتختاري انك تديه لحد، تفوضي حد تاني يعمله حتى لو عملوا بكفاءه اقل، ايه اللي هتاجليه شويه، وايه اللي هتتقبلي انه مش هيتعمل، مش أصلاً. هيتعمل. انا وصلت البوينت لما كانوا ولادي صغيرين شويه يا حنان، كنت كل يوم اصحى من النوم اروق every single part من البيت. انا عمري ما كان عندي live in maid، عمري ما كان عندي live in maid، فكنت انا بصحى اروق كل حاجه في البيت، وعيال بقى صغيره، وولادي فرق بينهم 2 سنين وشويه، فده مش فرق. فكانت اللعبه العاديه بتبقى انهيار عصبي، لحد ما قررت انه ايه، طيب انا هروق الحته اللي انا بقعد فيها، الليفنج روم اللي احنا كلنا بنقعد فيه، بس اوضتهم انا هروح قافله الباب عليها زي ما هي ولا كأني شايفاها. ومره في الاسبوع هجيب واحده تنظف ساعتها الاوضه دي. ليه؟ عشان انا
لو انا بقى كل يوم بصحى من النوم اروق every single part في اليوم في البيت، انا ما بقتش عندي القدره ان انا حتى اقعد معاهم، ولا اقعد مع جوزي، ولا اقعد مع اولادي، ولا اعمل اي حاجه تانية. وده اهم من ان البيت يبقى نظيف. صح. فانا مش هقول ان انا هقعد في مس الحته اللي احنا قاعدين فيها ميك شور ان هي لان انا شخصيا ما بعرفش اقعد في مس عامه، بس اوضتهم دي انا اروح قافله الباب كده عشان ما اشوفهاش بس خلاص. وابتديت ابراكتس ده شويه لحد ما كبروا سنه فبقوا يعرفوا يروقوا حاجات في اوضتهم. فابتديت اقول ايه، طيب انا هقبل بيه ال 40% ترويق بتاعهم ده اللي هو مش 100% زي ما انا عاوزه. بس دي مهمه قوي ان انا هتقبل ان الحاجه مش بيرفكت. بالظبط كده. بس better done than perfect. better done بالظبط كده، اللي هو انا ما عملتهاش لوحدي فانا في الاخر لا علمتهم حاجه وانا اتحرقت والدنيا باظت، ولا سبتهم يعملوا هم عاوزينه وما اتعلموش. 40% بس. وابتديت اتدرج من هنا لحد اللحظه اللي احنا فيها دي. انا ولادي خلاص كبار، بنتي عندها الصغيره عندها 18 سنه ما شاء الله. فلو انا النهارده فضلت الام اللي بتخش اوضتها تتخانق على او تقوم تروق لها كل حاجه، لا هي كبيره على فكره، انت ادلت، دي اوضتك، دي المملكه بتاعتك اللي انت مسؤوله منها. هتتبهدل مش هتلاقي حاجتك. انتهينا. هترمي هدومك في الارض مش هقدر اغسلها، دي بتاعتك. this is your responsibility. فانا البيت بقيته انا مسؤوله عن the most part فيه، لكن اوضتك حبيبه قلبي ماليش دعوه. فخلاص انا ما بقيتش حتى على عاتقي كل تفصيله لكل حد في الحياه، عشان انا انسانه. انا مش ماشين، مش سوبر عشان وومن. تقدري تقعدي معاها وتشوفي بقى مشاكلها بالزبط. وقصصها وتبقي صاحبتها، ودي حاجه اهم، وده اهم كتير، ودي حاجه انا محدش هيعرف يعملها غيري. فحطي الليسته بتاعتك دي وشوفي ايه في دول تعرفي تديليجيت لحد تاني، ايه في دول تعرفي تتقبلي انه بيعرق شويه، انه مش بيرفكت، وايه في دول مش هتعمليه، وايه في دول لا انا ده لازم اعمله عشان دي اولويه، دي مهمه بالنسبه لي، عشان ما تلاقيش نفسك في الاخر حصل لك بيرن اوت لانك انسانه. كلام معاكي ما بيخلصش. احنا اول مره نقعد نتكلم كده، بس أيوة. انا حاسه ان احنا محتاجين نعمل بارت 2 وبارت 3 كتير. ايوه ان شاء الله يا حبيبتي. بس انا يعني لو عندي كي تيك اوت من الموضوع ده، هو موضوع ان احنا ناخد وقت لنفسنا عشان نشحن الطاقه كستات، وان برضو حلو ان احنا ممكن نعمل حلقه تانية على الرجاله، لان هم برضو والله غلابه محتاجوا واخدين وقت لنفسهم. انا حاسه ان احنا محتاجين نتكلم عليهم اكتر. بس المره الجايه ان شاء الله يا حبيبتي. تبقى نورتينا. ثانك يو حنان. والله عندك اي لاست ووردز؟ والله انا اتبسطت جدا جدا وعايزه يعني اقول لكل ست اقول لك انت الاول يا حنان ثانك يو سو ماتش ان انت عندك مسج مهمه للستات وعندك نيه في الموضوع ده، لان دي حاجه خطيره. انت مش طالعه بودكاست وخلاص، انت بتحاولي فعلا تساعدي، فدي اصلا حاجه اميزنج في حد ذاتها. وكل ست اعرفي انك انت مش لوحدك في الستراجل ده. صح. كلنا عندنا الستراجلز دي بشكل او باخر، عدينا عليها بشكل او باخر. مفيش حد من اللي انت شايفاه حتى on social media شكله عامل وبتاع حياته 100% خالص تماما. يعني اللي في الكواليس هتلاقي فيه مسوى، هتلاقي فيه ديبريشن، وهتلاقي فيه لخبطه، وهتلاقي فيه حاجات كتير قوي. بس بنحاول نتعلم، وبنحاول نقف على رجلينا، وبنحاول لما تلاقي يوم الدنيا ضربت معاكي فيه تحاولي لتاني يوم تساعدي نفسك شويه. واهم حاجه بس اتعاملي مع نفسك على انك صاحبتك، واحده صاحبتك، مش محتاجه صاحبتك انت هتاخدي بالك منها، حتى لو اتشغلتي عنها هترجعي تاني تحاولي تريكفري علاقتك بيها وتديها اهتمام، عشان انت علاقتك بيها مهمه بالنسبه لك، وعشان علاقتك بيها بتديفاين كل العلاقات التانية في حياتك. حبي نفسك شويه، حبي نفسك شويه. ثانك يو حنان جدا. لو حد عايز يتواصل معاكي ازاي؟ انستغرام هبه.سواح. حلو. احنا هنكتب طبعا كل كل الحاجات دي في البايو وبس كده، وانا يعني موجوده. المره الجايه تبقي في دبي نعمل الحلقه الثانيه ان شاء الله يا حبيبتي، ان شاء الله باذن الله. ثانك يو يا هبه. ثانك يو حنان. ثانك يو سو ماتش، والف سلامه عليكي. الله يسلمك.